اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وماذا بعد الجفاف وانحباس المطر وقد أعلن عن صلاة الاستسقاء، وما أصابنا من هذه الجفاف وارتفاع الأسعار وغلاء الأسعار والقحط وقلة المياه وانخفاض منسوب المياه في سدود البلاد إلا بسبب الذنوب والمعاصي والبعد عن الله، وخاصة منع الزكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه وغيره: وما منعوا زكاة أموالهم إلا حرموا القطر من السماء. ومن أسباب منع القطر لنتحدث بصراحة، لنصدق أنفسنا أولا: لماذا منع عنا القطر من السماء؟ والله رحيم سبحانه وتعالى، رحمته وسعت كل شيء، وإنما هو بسبب الذنوب والمعاصي والابتعاد عن الله سبحانه وتعالى، وكثرة العري والزنا وغياب الغيرة وتمرد النساء والعياذ بالله في الشوارع، حتى ترى نساء كاسيات عاريات، بل عاريات مطلقة، لا رقيب ولا حسيب. جرأة عجيبة على الله سبحانه وتعالى، جرأة عجيبة وأمن من مكر الله عز وجل، وترك للدين واستهزاء بأهل التوحيد، بل الاستهزاء بصلاة الاستسقاء. كيف سيسقينا الله سبحانه وتعالى؟ كيف سيرحمنا الله سبحانه وتعالى؟ قد غاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أقفرت المساجد وامتلئت المسارح والملاعب بالناس. نسأل الله أن يتوب عليهم وأن يردهم إليه ردا جميلا. إن من سبب انحباس المطر عنا هو الجرأة على الله سبحانه وتعالى، وهذه الذنوب والمعاصي والسهرات الحمراء والزنا وترك العبادة الله سبحانه وتعالى وسب الدين في الشوارع والتمرد على أوامر رب العالمين وهجران سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله إننا مع هذا البلاء الذي نحن فيه لازلنا يتغشانا الله برحمة منه سبحانه وتعالى. يجب علينا أن نتوب إلى الله، ويجب علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ويجب علينا أن نعود إلى المساجد وإلى ربنا سبحانه وتعالى خاشعين منيبين. الحل في التوبة إلى الله، وفي تحقيق التوحيد، وفي عبادة الله وحده، وإقامة الزكاة، وإطعام الفقراء، والإحسان إلى المساكين. كان يحيى بن معاذ الواعظ الكبير يقول: إذا أعرض علينا بوجه الكريم استعطفناه بلا إله إلا الله وبالتوبة والاستغفار. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله أن اخرجوا إلى الصحراء وقولوا كما قال أبويكم آدم وحواء: ربنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يرقى إلى المنبر وهو أمير المؤمنين بزهده بورعه بثيابه المقطعة والمرقعة فيقول: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واستغفر فإنه غفور رحيم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ويكررها على المنبر فستسيل دموعه على خده وتهراق، فينزل يقولون: يا أمير المؤمنين ما خطبت ما وعظت إلا استغفرت. قال: والله لقد سألت لكم الله بمجاديح السماوات. وكان الإمام السعدي رحمه الله تعالى، هذا من كبار شيوخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى أجمعين، صعد يوما على بيته وأخذ ينظف المرزاب اللي يعرف عندنا اليوم بالميزاب، ينظفه ويهيئه. فقالت ابنته: يا أبي إنك تنظف الميزاب ونحن في قحط وجفاف منذ سنوات. قال مستبشرا وكله ثقة بالله سبحانه وتعالى: يا بنيتي غدا نصلي صلاة الاستسقاء. كذلك نحن إذا صلينا غدا صلاة الاستسقاء أن نخرج أذلاء تائبين نادمين خاشعين منيبين عازمين على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فسيسقينا الله وسيرحمنا وسيتجاوز عنا إنه غفور رحيم.